خلنا أشرح لكم قصتين، بما أنه أنا جالس أصلح السيارة وأنا فاضي وأنتم أكيد فاضيين. في عندي قصتين حصلت، يعني موقفين حصلوا معي والله. خلينا أشرح لكم الموقف الأخير اللي حصل أمس. طبعا وأنا جالس أسوق السيارة كذب البريك. عندنا باليمن نقول كذب البريك، يعني البريك ما تفيش، أضغط البريك، الفرامل الرجل هذا ما تفيش. طبعا في هذه الحالة لو واحد غيري إيش، طبعا على أساس أننا فاهم، لو واحد ثاني بيرتبش ويدق هذا ويصدم هذا ويدخل فيه هذا. لكن أخوكم أبو خالد اللي هو أنا طبعا رجعت لها من الخفيف للثقيل، عشان اللي مش عارف يفهم كيف ايش يسوي. ترجع لها من الخفيف ترجع الجير الثقيل. اوكي، بتبدأ معكم شوي. تحاول ترفع بريك اليد بس شوي شوي، يد افهمها. ترفع بريك اليد، تمام، ترفعوا بريك اليد شوي شوي، لانه لو ترفعوا بالقوة كذا بات الخطة بات تنقطع وانك تعمل حادث بعدها مرة ثانية. رفعتها شوي شوي وهديت السيارة ووقفت السيارة. طبعا لو واحد غيري ايش يسوي؟ يوقف السيارة، يجيب سطحة ومشى وخلى يودي السيارة الصناعية على طول بنفس الوقت بالسطحة. انا ايش سويت؟ طبعا يعني واحد منكم يقول انت مجنون، انت مدري شيء، كله على الخبرة. والله واصلت الشغل بالسيارة بدون بريك وخلصت الشغل وبكرت الصباح ووديتها سواقة، مش بالسطحة ولا شيء، وديتها للصناعية. طبعا الصناعية ما شاء الله عليهم مثل المستشفيات، تدخل تشكي من حاجة، والله الحين يعني دخلت أنا قلت لهم بس بريك عرفتم الصناعية هي مثل المستشفيات، تدخل مثلا تشكي من حاجة بسيط، والله الحين قد عملت يعني فوق 600-700 ريال. دخلت على حاجة بسيطة وقال لي هذه مسمار يبغى تغيير، وهذا الحساس، وهذا الزيت يهرب من هنا، وهذا الذراع، يعني ما شاء الله مستشفى. تدخل تشكي من زكام وتخرج يقول لك فيك التهابات وفيك الجيوب الأنفي وفي كذا. وديت له هنا ودحين جالسين نصلحها. شو أشرح لكم القصة الثانية؟ هذه القصة الأولى. طبعا القصة الثانية والله ما حد يسويها، أنا أحلف لكم. هذا حق البريك ممكن يعني 1% يسويها ويتقرى ويغامر ويسوق، لكن القصة الثانية أنا إذا أحد سواها يراسلني ويقول لي سويتها وأعطيه لي. طبعا كان بس بشرط بنفس اليوم اللي حصل معي، مش يعني يوم عادي الدنيا فاضية وكذا، لا، بنفس اليوم يكون زحمة. وإيش اليوم هذا؟ كان اليوم الوطني السعودي. عرفتم يا جماعة؟ القصة الثانية كان باليوم الوطني السعودي وأنا معدي لنا، يعني مش سيارة عادية، كان معدي لنا الكبيرة. والمسافة من دومة الجندل، اللي يعرف من دومة الجندل لأسكاكا مسافة ساعة بالسيارة، ويوم وطني وزحمة. انكسر الكليتش، شفتم اللي تعشق بالكليتش اللي حق الرجل اليسرى، بالمصري يقولوا دبرياش، هم دبرياش اعتقد، هنا نسميه باليمن كليتش. حق الرجل اليسرى هذا اللي تعشق تضغط بو، تعشق الجير من خفيف لا ثقيل كذا. انكسر، تخيلوا انكسر والله، راح يعني طاح. طبعا انا ابغى اروح سكاكا، كيف اسوي؟ وانا فيني جراءة، انا اتجرأ احيانا، يجي كذا يركب ابليس، اقول لا والله ما اركبها سطحا، ان انا اسوقها انا. ما يوم زحمة، يوم وطني، تخيل بكل 10 متر في تفتيش، وقدامك اكثر من 20-30 سيارة يزمروا، عارفين يوم وطني يفرح، عرفتهم، والشباب يفرحوا، واللي يجيك من قدامي كذا واللي يجيك من كذا واللي، المهم شوفوا خلنا اخلص لكم القصة. قلت والله اني بسوقها وبالزحمة، وتوكلت على الله من دومة الجندل لسكاكاك. طبعا كنت امشي شوي، اذا مثلا الحين عشان اللي يشتي يعرف مثلا كيف عملت، على انه بعضكم يقول كيف سقتها وهي بدون كليت، صح؟ جاي سؤال بخاطرك، الحين اقول لك كيف كنت اسوي. اجنبها، اعشق لها الثاني. طبعا الدينا ما تقدر تعشق لها الواحد ثقيل مرة، لكن كنت اعشق لها الثاني وانا واقف. اشغلها، تخيل تشغلها وهي معشقه بدون كليتش. اول شيء توقفها، تعشق لها الجير الثاني، تشغل وتحركت تمام. توصل لعند زحمه ولا لعند تفتيش، اوقف. طبعا ما تقدرش تهدي ولا
ما تقدرش مثلا انك تهديه شوي وتمشي معاهم، لا، وقفتك توقف. وبعدين مش اي وقفه انك توقف وقفه عادي وهديها شوي، لا، طط 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 طط. لا تركز على الصوت هذا. المهم كذا يعني نتوعه وتوقف السياره. وانا عند تفتيش، وصل عند التفتيش وربك سهل اللي يتجاوب ويعدي، واللي مثلا المهم مشينا الامور من تفتيش لا تفتيش ومن زحمه لا زحمه. وحتى احيانا كنت يعني وانا قدام الزحمه وكذا، زحمه يعني اللي عارف اليوم الوطني السعودي كيف الزحمه هو يفهم الموقف. اجنبها وانا بين الزحمه، اخلي بس الزحمه تعدي شوي من قدامي، يعني ما امشيش وراهم عشان لا اصدم احد، اخليهم بس يتجاوزوا شوي واشغل نتوعه وتتحرك. ومن تفتيش لا تفتيش ساعه بالسياره يا جماعه الخير. اهم عرفتم يا جماعه. المهم وصلت لسكاكه، لو اقول لكم اخس من واحد يوم واحد مثلا سكرت موت، يعني ايش قاعد لك عفوا. استغفر الله العظيم. المهم وصلت لهناك يا جماعة، كنت اطفي الدم. مالك والله انا اتحداك اي اللي تسمع، ولا اتحدي اي واحد انه يقول قد تجرأ وسواها، يعني بدون كليش بدون الدبرياش، وتمشي من دومة الجندل لسكاكة وبالزحمة وبيوم وطني وتتجرأ وتسواها كذا. انا اتحدى اي واحد، واخوكم في الله ابو خالد سوى هذا كله. وصلت لهناك، المهم اتمدد كذا شوي كذا ارتحت. المهم يا جماعة هذا القصتين اللي حصلوا معي والله بدون كذب، هذا اللي حصل معي. فهو زي ما قلت لكم القصة حق البريك هذا ممكن يعني تتجرأ وتوصلها للصناعية عند سواقة، أما تخلص شغل وهي كذا تحدى. والقصة الثانية حق الكليتش هذا اللي انكسر وتسوقه، والله يتحدى ان احد، والله ما قد حصلت لحد الا لاخوكم ابو خالد. وسلامتكم هذا اللي حصل مع هشام. ما بين حني سالي انا حنيت، ما بين حني سالي يا ليلى إلا من فرقة وزال حالي، معي حبيب حنقة مثل القمر وعظام، معي حبيب حنقة مثل الولد وعظام. سرت بسيره يوم وانا للقى عطشان. يا ليلى